دنش الأفران في البيت من غير عجن بقى، ومن غير مجهود، ومن غير خميرة، ومن غير أي حاجة. هنعمله بالجلاش بطريقة سهلة جدا واقتصادية جدا جدا، وكمان هنحشيه جبنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض دنش الأفران مورق وجميل جدا جدا، من غير ما نعجن بقى، ومن غير دقيق، من غير اي مجهود ولا اي تعب. احنا هنعمله بلفة جلاش، هنعمل كمية جميلة جدا، وهنعمل حبة كتير. بس يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما تنسوش بقى يا حبايبي، لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي حاجة جديدة اعملها. يلا بينا نشوف طريقتنا. اول حاجة انا جبت لفة الجلاش اللي هو الجلاش السايب ده، زي ما حضراتكم كده شايفين. وبعد كده بقى هفرد اللفة وهقطعها بالطول بالشكل ده كده. يعني هنقسم الجلاش نصين. طريقة سهلة جدا وبترمي معانا كتير. ونركنهم بقى على جنب كده. احنا قطعناهم نصين وحطيناهم على بعض، ونغطيهم بقى ونروح بقى نعمل ايه؟ خليط التوريق. انا حطيت نص كوباية لبن. لازم الجلاش يتغطى عشان ما ينشفش مننا. انا بقى حطيت معلقة سمنة، معلقة كبيرة سمنة، و3 معالق زيت، ونص كوباية لبن، ونص معلقة بيكنج باودر، وهحط برضو نص معلقة ملح، وهحط معلقة سكر ممسوحة، يعني معلقة صغيرة ممسوحة. ونقلبهم بقى مع بعض. دول هيعملوا معانا توريقة حلوة قوي. وحطيت معلقة خل، وهحط كمان معلقة دقيق. يبقى نص كوباية لبن، معلقة سمنة، 3 معالق زيت، معلقة دقيق، نص معلقة بيكنج باودر، نص معلقة ملح، معلقة سكر ممسوحة. ونقلبهم مع بعض كويس جدا لحد لما يمتزجوا. بعد كده نروح بقى نجيب الجلاش بتاعنا اللي احنا قاسمينه نصين. هناخد ورقة ورقة. ادي اول ورقة، وندهنها بقى طبعا بالخليط بتاع التوريق بتاعنا اللي احنا لسه عاملينه. الخليط ده بيخلي الجلاش هش وطري وجميل، يعني بيخليه حلو جدا. ونحط ورقة كمان وبرضو ندهنها. لو حابين تخلوها رقيقة ممكن تستكفوا بورقة واحدة وتتنوها. لو عايزينها اكتر ممكن تحطوا اكتر. وندهن كده. الخليط ده جميل جدا. ونتنيها كمان تانية زي ما حضراتكم كده شايفين، وندهن. وبعد كده نحط بقى الجبنة بتاعتنا. بصوا، مفيش اسهل من كده، احلى من بتاع الافران. صدقوني لما تعملوه هتلاقيها فطاير كده جميلة، مورقة هشة من بره وطرية من جوه. حاجة بجد جميلة جميلة. وندهن الوش ونحط في الصاج بتاعنا. بصوا، هعمل كمان واحدة. هعمل قدامكم كام واحدة وبعد كده انا اكمل براحتي. دهنت اول ورقة، ونحط الورقة التانية وبرضو ندهنها. بين كل ورقة وورقة ندهن بالخليط اللي احنا عاملينه. وبعد كده نتنيها بالشكل ده، وبرضو ندهن ونحط برضو الجبنة بتاعتنا. ممكن لو حابين تحطوا جبنة موتزاريلا، جبنة مبشورة، جبنة رومي، يبقى على راحتكم. نتني كده من الجناب. ده شكل تاني نفس الشكل، بس اما تنيته من الجناب لقيته شكله احلى. بصوا بقى، هيبقى مرتب احلى من التانية، زي الظرف بالظبط. شكله بيبقى جميل جدا. بصوا، ولسه كمان لما يستوي هيعجبكم. اتمنى ان انتوا تجربوها، مفيش اسهل من كده. مع كوباية شاي بقى، او كوباية شاي بلبن، تبقى فطورة حلوة او عشوة حلوة.
او تسالي. ندهن كده، يعني احنا بنحاول نعمل كل حاجة في البيت على ايدينا، لان كل حاجة بقت غالية، انضف واوفر وكل حاجة. بصوا بقى، وبيترمي يعني لفة الجلاش دي رمت معايا كمية حلوة جدا. تنيت كده من الجناب، واحط الجبنة في النص، واقفلها زي الظرف كده. سهلة جدا جدا. سموها بقى فطاير بالجبنة، دانش بالجبنة، يعني اي اسم بقى، بس هو النتيجة واحدة وجميلة. بصوا، من غير بقى ما نعجن ولا نستنى لما تخمر ولا اي حاجة. اسهل طريقة واسرع طريقة. الجلاش ده يعني جميل جدا، بنستخدمه في حاجات كتيرة ومنقذ، يعني بينقذنا في اوقات صعبة بصراحة. تنيت كده، ونحط برضو الجبنة بتاعتنا بالشكل ده، ونقفل. بصوا سهلة جدا، تبقى عاملة زي الظرف بالظبط. حاجة جميلة. واحدة كمان اهو، بصوا. واحدة من هنا وواحدة من هنا. هنعمل معجنات كتير، وهنعمل كل حاجة الأفران بتبيعها احنا هنعملها في البيت إن شاء الله. بعد كده بقى، بعد ما رصيتهم في الصينية بتاعتنا، وطبعا الصينية مدهونة دهنة خفيفة، زيت أو سمنة. رصيت بقى الدانش بتاعنا أو الفطاير بتاعتنا، ودهنتها برضو من نفس الخليط بتاعنا. وبعد كده بقى نحط حبة البركة، لو عندكم سمسم اللي موجود، حابينها سادة خالص على راحتكم، يعني دي حاجة اختياري، بس حبة البركة والسمسم بيدوها طعم جميل جدا. نزوق كده. طبعا هي رمت معايا كمية، بس انا عاملة قدامكم الصينية دي. دخلتها الفرن، وخرجتها من الفرن على درجة حرارة 180. بصوا بقى مستوية ازاي، وهشة وجميلة ازاي. حاجة كده تحفة بجد، ومورقة وجميلة جدا جدا جدا، زي بتاع الأفران وأحلى كمان، عشان معمول في البيت يبقى أحلى. ممكن نزوقها بزيتون، بفلفل، بجبن، بطماطم، زي ما حضراتكم عايزين. أتمنى بقى أن طريقتي تكون عجبتكم، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو، ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم أي حاجة جديدة أعملها، وتفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.